الكريبات دي معموله باسعار لو قلت لكم عليها هتفكروني بهزر، بس السؤال هل الجوده تنافس ولا لا؟ تعالوا نجرب مع بعض اول مطعم مغمور في اول حلقه من سلسله مطاعم واماكن مغموره تستحق التجربه. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع رشيد واول حلقه في سلسله جديده خالص مطاعم واماكن مغموره تستحق التجربه. السلسله دي هنلف بيها على اماكن مش ترند ولا ليها دعايه، ممكن نجرب فيها مطاعم، جروبات اكل بيتي او كافيهات بتقدم مشروبات، وكل مكان له علاقه بالاكل ان شاء الله. ففي البدايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وفعل الجرس وصلي على النبي، ولا لو خدنا فرض عز وسيله وفي كل مكان ندعو لكم انتم مسلمين برحمه المغفره. واول مطعم معانا في سلسله مطاعم واماكن مغموره تستحق التجربه هو مطعم ميلانو. العنوان المنشيه الكبرى، على ايدك الشمال وانت داخل البلد او على ايدك اليمين وانت طالع من البلد. اول مره اجرب مطعم ميلانو ليا صديق عزيز قال لي تعالى بقى انا هعزمك على كريب هتاكل صوابعك وراه، فطلعنا على هناك وجربنا من عندهم كريب بطاطس كريب بطاطس ستريبس. جرب تقولها ورا بعض 10 مرات كده، بطاطس ستريبس بطاطس ستريبس بطاطس ستريبس بطاطس ستريبس، مش عارف تعرفوا تقولوها ولا لا. المهم جربنا هناك كريب بطاطس على الستريبس وكان بصراحه خطير وتحفه، وجوده السندوتش كانت محترمه. واللي لفت نظري اكتر الاسعار هناك، لقيت اسعاره تحفه حرفيا زي اسعار زمان. فهنا جات لي فكره السلسله وقلت لازم يكون المكان ده هو اول مكان في السلسله دي. الاسعار هناك بتبدا من 35 واعلى سعر شفته تقريبا كان 65 70، دي اعلى حاجه شفتها. فلما لقيت الاسعار كده قلت لازم اجرب بنفسي واشوف هل السعر القليل ده على حساب الطعم والجوده ولا هنكتشف كنز. فانا جبت من هناك 7 كريبات، 2 اقتصادي و2 فراخ و2 لحوم وواحد حلو. والاثنين الاقتصادي جبت كريب بطاطس وكريب مشكل جبن، ده كريب البطاطس وده كريب مشكل الجبن، وجاي معاه كيس مخلل حاطط كاتشب كتير وكاتشب حلو مش مقطعم. فهنبدا اول حاجه بكريب ميكس الجبن. اللقمه بسم الله ما شاء الله حلوه، انا بحبها تكون طريه شويه كده، ما بحبهاش تكون ناشفه. زي ما انتم شايفين كده بيحط عليه كاتشب ومايونيز وبعض خضار. شكل كريب الجبن من جوه بيكون عليه برده فلفل كاتشب ومايونيز زي ما قلنا. بسم الله. طعمه حلو. نسيت اقول لكم ان مشاكل الجبن اللي هناك بتكون عباره عن جبنه رومي وجبنه موتزاريلا بس، وسعره 35 جنيه، يعني بالنسبه للسعر شايف ان هو ممتاز يعني بصراحه. نجرب بقى المخلل اللي بيجي معاه، فيه جزر وقرنبيط وخيار. طعم المخلل حلو، طعم كريب الجبنه حلو. اظن لو كلت سخن ولسه طالع من هناك هيبقى احسن كتير. حط عليه كده شويه كاتشب. بسم الله. طعمه حلو وجميل، كطعم وكسعر ياخد 8 من 10. جرب بعد كده بقى كريب البطاطس. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده صوته وهو بيجهزه، بس ما شاء الله كميه البطاطس محترمه. ادي كده شكل كريب البطاطس من جوه، برده بيكون عليه كاتشب ومايونيز وبيحط عليه برده فلفل. دول كده بطاطس لوحدها. بسم الله. بسم الله ما شاء الله طعمها حلو وجميل. بسم الله. طعم البطاطس حلو وجميل، برده لقمه الكريب حلوه، بس المشكله ان هو بارد شويه على ما جيت من هناك وجهزت للتصوير وكده، بس لازال بالرغم من ان هو بارد طعمه جميل قوي، والبطاطس نفسها طعمها حلو قوي. 10 من 10 مرتاح. خش بعد كده بقى على كريبات الفراخ. حاطط هنا 3 اكياس مخلل وبرده حاطط كميه كاتشب محترمه. بسم الله ما شاء الله. جايب من عنده كريب ستريبس وكريب شيش. الستريبس 60 زي ما انتم شايفين كده. الستريبس بيحط كميه معقوله، وبصراحه الريحه هناك كانت تحفه وجميله. شكل سندوتش الستريبس من جوه. بسم الله. الفراخ نفسها طريه وحلوه وفيها سنه حرقان كده. دول كده الستريبس لوحده. بسم الله. طعم التتبيله فيها جامد قوي. بسم الله. طعمها حلو وجميل ومناسب للسعر جدا، والكميه كمان حلوه. كسعر وجوده ياخد 9 من 10. ونخش بقى على الشيش. الشيش مش عارف تقريبا 65 او 60 مش متاكد بالظبط. زي ما انتم شايفين كده هو السندوتش البعيد اللي هناك ده، حاطط برده عليه كاتشب ومايونيز. شكل الكريب كده من جوه. بسم الله. قطمه كمان. مش احلى كريب شيش كلته بس حلو مش وحش. فهو كسعر وطعم يعني ياخد 7 من 10، شغال مش وحش. اخش بعد كده بقى على كريبات اللحوم. جايب سوسيس وبرجر، جايب معاه كيس مخلل وشويه كاتشب حلوين برده. فنجرب اول حاجه البرجر. زي ما انتم شايفين كده ده كريب البرجر وهو بيحطه على النار. شكل كريب البرجر كده من جوه. طبعا اكيد بنسبه 90% ده برجر من اللي هو البرجر المجمد مش برجر بقى، ده اكيد. كريب البرجر كان بكام؟ ب 60 جنيه تقريبا. بسم الله. كميه البرجر فيه قليله شويه بس بالنسبه للسعر يعتبر حلو مش وحش. خلاص كيس المخلل. بصراحه المخلل بتاعهم طعمه حلو. يعني كريب البرجر ياخد 7 من 10. اخر كريب معانا بقى في الحادق كريب السوسيس. زي ما انتم شايفين شكله كده على النار برده وهو بيحطه. الكميه برده ممكن تكون شويه، تعتبر معقوله بالنسبه للسعر. 60 جنيه دول السوسيس لوحده. بسم الله. انا مش من عشاق السوسيس قوي يعني، بس طعمه حلو. بسم الله. بصراحه السوسيس عجبني اكتر من البرجر. بسم الله. معاه بقى حته مخلل ليمون. 100 100. حلو السوسيس، احسن من البرجر، ياخد 8 من 10. لو يزودوا السوسيس شويه ياخد 10 من 10. نخش بقى على اخر واحد معانا في حلقه النهارده كريب شوكولاته. زي ما انتم شايفين كده الشوكولاته وهو بيفرشها شكله كده من جوه، معمول بشوكولاته ماكس تيلا. سعره 35 جنيه. بسم الله. طعم الشوكولاته هو طعم شوكولاته ماكس تيلا، لكن اللقمه طعمها حلو. طبعا كان هيبقى احلى بكتير لو كلته سخن وهو لسه طالع من على النار من هناك.
لكن حتى وهو بارد طعمه حلو وجميل، مسك الختام بصراحه وحلو بعد اي كريب تقيل. بعد ما جربنا السبع انواع اقدر اقول لكم ان ميلانو مكان فعلا يستاهل المشوار علشان سعره وطعمه. لو هرشح لكم حاجه تاكلوها من هناك، كريب البطاطس حلو قوي وجميل، كريب الستريبس حلو برده، المشاكل الجبن كان حلو، وحلي بكريب الشوكولاته. الحاجات اللي قلت عليها دي اكتر حاجات عجبتني في حلقه النهارده، والكميه حلوه قوي مقابل السعر وتستاهل فعلا التجربه. الخلاصه، هل هو افخم كريب كمكان؟ ممكن لا، لكن جوده حلوه ونضيف والناس هناك محترمه، وزي ما قلت الاسعار تحفه قوي وتناسب الجميع. ايه رايكم في السلسله دي؟ لو لقيت فيه دعم حلو ومشاهدات حلوه ان شاء الله هنكمل فيها، وان شاء الله نستكشف مع بعض اماكن تانية مستخبيه ممكن تطلع احسن من اماكن تانية كتير بتطلع ترند. قولوا لي تحت في الكومنتات ايه المكان اللي تحبوا اجربه بعد كده، وان شاء الله باذن الله اجربه في اقرب فرصه. وبما انك وصلت معايا لغايه هنا فانت حبيبي، ولك عندي هديه جميله من كتاب صحيح الكلم الطيب لشيخ الاسلام ابن تيميه. كنا مكملين في المقدمه ايات بتتحدث عن فضل الذكر. قال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. الأنفال آية 44. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. البقرة آية 200. الآيات فيها حث على ذكر الله عز وجل. ففي الآية الأولى ربنا عز وجل بيأمرنا إن إحنا ما ننساش نذكره حتى في وقت الحرب، وفي الآية الثانية ربنا عز وجل بيأمرنا إن إحنا بعد ما نقضي مناسك الحج، طبعا الواحد في الوقت ده على طول بيجي في باله أبوه وأمه بيوحشوه بقى ويبدأ يتذكرهم. فربنا عز وجل بيأمر الحج إن أول ما تخلص الحج أول حاجة تعملها على طول تذكر ربنا عز وجل زي ما بتذكر أبوك وأمك أو أشد ذكر كمان، لأن فضل الله عز وجل علينا أكتر من الأب والأم طبعا، فربنا عز وجل أولى بالذكر. ودي كانت هدية النهارده من كتاب صحيح الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقبل ما نختم أحب افكرك وافكر نفسي، لو مقصرين في الصلاه ارجع صلي. لو مالك وصل نصاب الزكاه وعدى عليه سنه وهتكسل تطلع زكاه مالك ما تاخرهاش وطلعها في وقتها عشان دي حق ربنا عليك. ولو في قضاء صيام ايام من رمضان اللي فات لسه ما قضيتهاش، احنا خلاص دخلنا في شهر رجب وداخلين على رمضان، فالحق نفسك واقضي الايام اللي فاتتك. فرصه هنحرم في الشتاء والنهار قصير، فاستغل الايام دي واقضي الايام اللي فاتتك، لان ما ينفعش يدخل عليك رمضان وانت لسه عليك ايام صيام من رمضان اللي قبل، طبعا طالما بدون عذر. وبما اننا دخلنا في شهر رجب كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب، نحاول نعود نفسنا على الصيام، نصوم الاثنين والخميس او الثلاث ايام البيض من شهر رجب وشعبان، عشان لما يدخل علينا رمضان ربنا عز وجل يبلغنا ويبلغكم رمضان في صحه وعافيه، احنا وكل احبابنا. يدخل عليك رمضان وجسمك يكون متعود على الصيام ومعدتك ما تتعبش. شكرا من كل قلبي لكل واحد وواحده كملوا معايا الفيديو لغايه هنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وشاركوا صفحات القناه على مواقع السوشيال ميديا. ونسيت اقول سؤال حلقه النهارده، سؤال حلقه النهارده: كم عدد الاشهر الحرم؟ واللي يعرف ايه هم الاشهر الحرم يكتبهم هم كمان. احنا وصلنا 1000 مشترك قريب، فانا عامل جيف اواي بسيط كشكر مني ليكم. هتلاقوا تفاصيل الجيف اواي كلها وطريقه دخول السحب وتفاصيل الهديه الشهريه ان شاء الله هتلاقوا كلها مكتوبه تحت في الكومنتات، او ان شاء الله هحطها لكم في اخر الفيديو. في الختام صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وغير اخواتنا في ارض العزه وفي سوريا في السودان في كل مكان، ودعوا جميع المسلمين برحمه ومغفره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صل على محمد. صل على محمد.